نادي الزمالك خلال الأيام اللي فاتت كان محور كلام كتير في الشارع الرياضي المصري بسبب شائعات عن اقتراب المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر من تدريب الفريق بعد رحيل البرتغالي جوزيه جوميز. جمهور الفارس الأبيض بعد الأخبار دي اتقسم لفريقين ما بين متحمس ومتردد، خاصة إن كوبر ليه ذكريات مميزة مع الكرة المصرية لما وصل بالمنتخب لكأس العالم 2018، لكنه كمان خسر نهائي كأس الأمم الإفريقية. لكن خلينا نحكي الحكاية بالتفصيل ونقول إيه حقيقة الإشاعات دي. أول حاجة، الإعلامي أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي مع شوبير نفى تماماً أي كلام عن مفاوضات الزمالك مع كوبر، وأكد إن المدرب مشغول دلوقتي بقيادة منتخب الكونغو اللي عنده ماتشات مهمة في تصفيات كأس العالم. شوبير وضح كمان إن إدارة الزمالك مركزة على مدرب عالمي تاني، وفي كلام عن المدرب كارلوس جارديو مدرب الأهلي السابق باعتباره اختيار محتمل عشان يكرر نفس تجربة باتريس كارتيرون اللي درب الأهلي والزمالك وحقق نجاحات كبيرة مع الفرقتين. الإشاعة دي زادت بسبب رجوع أسامة نبيه للجهاز الفني، واللي خلى البعض يتخيل إن في تغيير شامل في الجهاز وإن كوبر ممكن يكون جزء من الخطة. بس مصادر من داخل النادي أكدت إن مفيش أي حاجة من الكلام ده، وإن نبيه رجع لتقوية الجهاز الفني وبس، مش لتغيير القيادة كلها. الحقيقة إن نادي الزمالك بيمر بوقت صعب بعد رحيل جوميز للفتح السعودي اللي كان فيه شوية مشاكل مع الإدارة بسبب طلباته في الانتقالات والنتائج الأخيرة، والإدارة دلوقتي تحت ضغط كبير من الجمهور اللي عايز يشوف اسم قوي يقود الفريق ويرجعوا للمنافسة. لكن كل المؤشرات بتقول إن القرار مش هيكون سريع، وإنهم بيدرسوا كل الخيارات المتاحة بتركيز شديد. والحقيقة إن نادي الزمالك محتاج يختار بحذر شديد، لأن المدرب اللي هيجي لازم يبقى عنده رؤية واضحة ويقدر يسيطر على الفريق فنياً ونفسياً، خاصة في الظروف الحالية. والسؤال هنا، لو كنت مكان الإدارة مين المدرب اللي تشوفه الأنسب لقيادة الفارس الأبيض حالياً؟ وهل شايف إن هيكتور كوبر ممكن يبقى حل ولا في اسم مدرب تاني في بالك؟